مروان عطية كان القطعة الناقصة في نص ملعب روي فيتوريا مع منتخب مصر، فتعالوا نشوف القيمة المضافة اللي قدمها في أول 90 دقيقة يلعبها في كأس الأمم الأفريقية. الحقيقة إن مروان ابتدى يثبت الفرق اللي هيعمله في نص الملعب من أول 15 ثانية بس في الماتش. شوف هنا وهو بيعمل سكان وبيشوف الضغط جاي منين، وأول ما الكورة جاتله قدر يحميها ويطلعها بلمسة واحدة ويضرب 5 لعيبة بباص واحد في موقف سهل جدا انك تخسر فيه الكورة تحت الضغط. مروان كمان كان مميز جدا في تمركزاته علشان ياخد السكند بولز او الكور التانية، وكان دايما متاح لزمايله في مواقف صعبة. وكلاعب 6 كان بيأمن منطقة الجزاء بس مش واقف وخلاص، بيعمل سكان علشان يعرف تمركز المنافس، سكان تاني، سكان تالت، ويبدأ ضغطه على الخصم لما ابتدى يتحرك لقلب 18 المنتخب وقدر يستخلص الكرة بعد ضغط شرس. هنا مروان بيحافظ على الاستحواذ بحاجات تبدو بسيطة، بس صدقني معظم لعيبة الارتكاز في مصر ما بتعرفش تعملها. شوف هنا استلم الكورة برجله البعيدة عن المهاجم علشان يزقها بعيد عنه، وبعدين حط جسمه بين الكورة والمهاجم. طب اقنعني، المهاجم يقدر ياخد منه الكورة ازاي دلوقتي غير بفاول؟ هنا بقى كراجل 6 مفسد لهجمات الخصم، شوف التدخل وإفساد الهجمة قبل ما تتطور وتشكل خطورة على منتخب مصر. نيجي للقطة دي، استلام وباص قطري لقدام ما رجعهاش مكان ما جت، وبالتالي بيدي فرصة لبناء الهجمة، وشوف بنفسك الكورة خلصت بفرصة هدف. أما هنا سكان واستلام بدوران بعيد عن الضغط وتغيير ملعب لقدام للاعب خالي من الرقابة. وهنا سكان وشاف الراجل نازل يستلم وضغط ضغط شرس حول بيه الكورة لهجمة مرتدة لصالح منتخب مصر. وآخر لقطة معانا كرة طولية، ولكن مش طولية وخلاص، إنما خلف خط الدفاع ودقيقة جدا لمرموش في المساحة. ولو تفتكروا فيديو تحليل نقط ضعف الراس الأخضر كنا اتكلمنا إن دي أحد الحاجات اللي كان يقدر منتخب مصر يشكل بيها خطورة على الراس الأخضر. وبكده نكون شفنا ولو جزء بسيط من الإضافة اللي عملها مروان في نص ملعب المنتخب، وأعتقد إنه جوهرة يجب الحفاظ عليها في التشكيل الأساسي في باقي مشوار البطولة.